الأميرة فوزية كل الناس كانت بتحسدها على حياتها، وهي كانت بتحلم بس ترجع لبيتها. كانت أميرة مصرية ضاعت في إيران، وبعد سنين ضاعت كمان في مصر. الأميرة فوزية فؤاد اتولدت في قصر عابدين سنة 1921، بنت الملك فؤاد الأول وأخت الملك فاروق الأول، يعني بنت أفخم بيت ملكي في مصر. كانت جميلة جدا لدرجة إن الصحافة في أوروبا بتوصفها إنها أجمل أميرة في الشرق. في سنة 1938 الشاه رضا كان بيدور على طريقة يقوي بيها مكانة العيلة الجديدة قدام العالم، فالاختيار وقع على فوزية ومحمد رضا بهلوي اللي كان ولي عهد وقتها. وبعد شهور من المفاوضات بين الحكومتين ابتدى الفرح. العيلة البهلوية سافروا على مصر، والملك فاروق كان بيحضر للفرح كأنه استعراض قوة. وفي رواية تاريخية مشهورة بتقول إن لما الوفد الإيراني وصل مصر، الملك فاروق أخدهم يلف بيهم على القصور الملكية المصرية، وكأنه بيقول لهم بصوا يعني إيه ملكية بجد. محمد رضا وصل القاهرة وشاف فوزية لأول مرة في قصر عابدين، رغم إن الناس كانت بتتعامل مع الموضوع كأنه قصة حب ملكية. الملكة نازلي أمها اشترطت إن مهر فوزية يدفع ذهب، واهتمت بنفسها بتفاصيل الجهاز والمجوهرات، وخدت فوزية واخواتها وسافروا أوروبا مخصوص عشان يجهزوا العروسة. راحوا أكبر بيوت الأزياء الفرنسية، واختارت بنفسها تقريبا كل قطعة تدخل جهاز العروسة. أما بقى الشبكة دي كانت حكاية. الملكة نازلي أصرت إن يتم تنفيذ طقم مجوهرات كامل لفوزية من دار المجوهرات الفرنسية فان كليف اند أربل. التاج لوحده كان فيه 54 ألماسة كمثرية الشكل وزنهم 92 قيراط، و530 ألماسة باجت إجمالي وزنهم 72 قيراط. في خبراء مجوهرات كتير بيقدروا قطعة زي دي النهاردة من 20 ل 50 مليون دولار. فرح فوزية ومحمد رضا واحد من أفخم أفراح القرن العشرين. الصحافة العالمية غطت الحدث باعتباره واحد من أهم الزيجات الملكية في العالم وقتها، والملك فاروق كان عايز يبهر الإيرانيين، فاتعملت حفلة عشاء أسطورية، وكان في اهتمام بكل تفصيلة عشان يبان حجم وقوة العيلة الحاكمة المصرية. الملكة نازلي أصرت إن أم كلثوم تغني أغنية مخصوص للمناسبة، وده حصل فعلا، واسم الأغنية كان مبروك على سموك وسموه. فيها تطبيل جامد جدا، ابقوا اسمعوها. والضيوف نفسهم خدوا هدايا، اتعملت علب فضية متذهبة وتوزعت كتذكارات للحاضرين. وفوزية لبست أكتر من فستان خلال احتفالات زفافها. ولما جه وقت السفر لإيران، الصحف وقتها كتبت إن فوزية سافرت ومعاها أكتر من 200 صندوق مليانين ملابس ومقتنيات شخصية، يعني كانت رايحة إيران ومعاها عالم كامل من حياة الأصول المصرية، ونقلت جزء من الموضة الباريسية معاها. ولما فوزية وصلت طهران هي وأمها الملكة نازلي، رضا شاه كان عامل استقبال ضخم جدا. بس بعد ما كل ده خلص، فوزية اتصدمت من كل حاجة. فوزية ما كانتش بتتكلم فارسي خالص، فكانت هي ومحمد رضا بيتكلموا مع بعض بالفرنسية. لغة الحب بينهم واللغة اليومية كانت لغة تالتة أجنبية، ودي لوحدها بتديكوا إحساس قد إيه الاتنين كانوا جايين من عالمين مختلفين. القاهرة وقتها كانت متقدمة عن طهران بكتير. تاني مشكلة قابلتها إنها كانت بتحس إنها غريبة جوه البيت. محمد رضا وأمه وإخواته كانوا كتلة واحدة. حماتها كانت مسيطرة وصاحبة نفوذ ضخم داخل القصر، والمؤرخين ذكروا إن الصراع بينها وبين فوزية ابتدى بعد الجواز بشهور قليلة. علاقتها مع اخوات الشاه كانت معقدة جدا، خصوصا أشرف وشمس. وفوزية كانت هادية ومش من النوع اللي بيدخل حرب نفسية. تاج الملوك وبناتها كانوا بيغيروا من فوزية عشان حاسين إنها من أسرة أعرق وأقدم منهم بكتير، وهما محدثين ملكية. كانوا بينقلوا الكلام وبيتدخلوا بينها وبين جوزها، بس أكتر واحدة كانت حطاها في دماغها هي أشرف بهلوي. وفي بعض المراجع في واحدة من إخوات الشاه كسرت زهرية على راس فوزية وهم بيتخانقوا، بس المراجع ما قدرتش تحسم مين بالظبط، بس أنا أعتقد إن هي أكيد أشرف. فالخلافات وصلت لمستوى عنيف، مش مجرد برود أو نكد عائلي أو غيره والسلام. ومن بدري جدا بدأت تظهر قصص عن علاقات محمد رضا بستات تانية،
وفي سنة 1940 اتولدت بنتها شهناز بهلوي. وفي سنة 1944 فوزية ابتدت تتعالج نفسيا بسبب تعاستها الشديدة. الجواز اللي بدأ كحلم ملكي اتحول بالنسبة لها لحياة مش قادرة تكملها، وأخيرا قررت إنها ترجع مصر وتسيب إيران وراها. حاول محمد رضا يقنعها ترجع، ولما فشل اعترف للسفير البريطاني إن أمه كانت من أكبر أسباب انهيار الجواز، ودي كانت شهادة نادرة من الراجل نفسه على اللي حصل جوه القصر. ورجعت فوزية مصر سنة 1945 وسابت وراها بنتها الوحيدة شهناز في إيران، وفضلت 14 سنة كاملة ما تشوفهاش، واتجوزت من إسماعيل شيرين وخلفت طفلين، وحاولت تبدأ حياة جديدة بعيدة عن صراعات الأسور. وخلال حياتها شافت عرش أخوها الملك فاروق بينهار سنة 52، وشافت بعده بسنين عرش بهلوي بينهار هو كمان. أما شهناز فكبرت في إيران واستعيلت بهلوي، ولما اتقابلت هي وفوزية أخيرا في سويسرا كانت الطفلة اللي سابتها بقت ست كبيرة ومتجوزة، ولدرجة إن فوزية اشترت بيت هناك عشان تفضل قريبة منها وتعوض جزء من السنين اللي ضاعوا بينهم. وبعد الثورة الإيرانية اضطرت شهناز تسيب بلدها وتعيش باقي حياتها في المنفى بين سويسرا وفرنسا. وفي سنة 2013 ماتت فوزية عن عمر 91 سنة بعد ما عاشت عمر طويل شهدت فيه سقوط العرشين اللي اتربط اسمها بيهم يوم.